أفكار للتوفير سحرية هتملى بيتك وتعمر بيتك كمان بالخير. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا أمارات، فيديو النهاردة كله توفير حلو جدا، مشتريات اقتصادية وازاي تخلي بيتك على طول عمران بالخير. وكمان غدانا النهاردة اقتصادي. طبعا صحيت من النوم كده، عملت القهوة بتاعتي الجميلة وفي البلكونة كان الجو لذيذ جدا. بعد ما شربت قهوتي الجميلة، الأولاد كانوا عايزين النهاردة يفطروا اندومي. هو مش كل يوم بياكلوا اندومي، بس يعني لما بيحتاجوا ان هم يجيبوه فأنا بجيبه لهم. تقدري براحتك كل يوم غير التاني. وكمان كنت جايبه لهم شيبسي كده، يعني قلت اروق عليهم النهارده. تعالي بقى نشوف اشترينا ايه وازاي تعمري بيتك بالخير وكمان بالبركه. تعالوا بقى يا بنات نشوف المشتريات القمر بتاعتنا دي وهنعمل ايه وجبنا الحاجات واسعارها ايه. زي ما بقولك كل يوم بخليكي تشاركي معايا اليوم بتاعي. تعالي بينا نشوف جبنا ايه. اول حاجة كده يا بنات، انا جبت القهوة دي هنا كده من عندي هنا، لان انا اليومين دول قاعده عند والدتي، فما عنديش اللي هو البن بتاع عبد المعبود اللي هو من بتاع البن نفسه. في هنا اسمه اولاد عبده، برضو حلو جدا، جبته قبل كده وجربته مش اول مره. جبت تمن بن فاتح ساده، دي ب50 جنيه يا بنات، حلوه جدا يعني طعمها حلو. جبت ايه كمان؟ جبت طماطم كيلو ونص ب5، الكيلو ب3 جنيه ونص، فكيلو ونص ب5. الاسعار حلوه جدا، واسعار الطماطم بقت الحمد لله على قد الايد. جبنا هنا ايه كمان؟ جبت كيسين تانك، الكيس ب8 جنيه. نعمله كده في ازازه كبيره اللي هي ال2 لتر دي، بتبقى حلوه جدا، حاجه كده حلوه للاولاد. جبت كمان علبه تونه عافيه دي ب28 جنيه، فجبت واحده. جبت كمان 6 بواكي فانيليا، الواحده بجنيه، فجبت الستة ب6 جنيه عشان اقولك هنعمل ايه. جبت كمان نشا ب10 جنيه، نشا عشان زي ما قلتلك انا هقولك هنعمل ايه. جبت هنا بقى كمان كيلو من الرز ب26 جنيه. جبنا كمان علبة جبنة ديري دي الربع كيلو ب15 جنيه، حلوة، كان في منها الصفرة وكمان كان في منها اللي هي الاسطنبولي، طعمها حلو يا بنات وبتوفر معانا. جبنا هنا كمان ايه يا دودو؟ جبت بقى نص كيلو من الرز. جبت كمان نص كيلو من مكرونة الكشري على بعضيها. المكرونة يا بنات اهي، فبتجيبي ربع وربع، فبتبقى حلوة جدا وبتوفر معاكي كتير. هنا عندي هنا كيلو المكرونة ب20 جنيه، يعني النص كيلو ب10 جنيه، والرز كيلو ب25 جنيه، فجبت نص كيلو هنا ب12 ونص، وفي الأولاني ما جبت كيلو الرز كان ب25. جبت ايه كمان؟ جبت كمان بعدس بجبة، جبت ب10 جنيه، وب10 جنيه فلفل اسود، وكمان كان ناقصنا شطة فجبنا ب5 جنيه شطة. الشطة اللهم بارك ب5 جنيه بيبقوا كتير، يعني بتبقى حلوة جدا. يبقى دي كده حاجة الكشري تمام. تعالي بقى نشوف جبنا هنا ايه كمان. جبت هنا لبن، جبت 3 كيلو من اللبن، كل كيلو لوحده، الكيلو عامل 26 جنيه. ليه بقى يا دودو جبنا اللبن والفانيليا والنشا والحاجات القمر بتاعتنا دي؟ جبت الحاجات بتاعتي عشان هنعمل ان شاء الله بإذن الله رز بلبن، وكمان جبت حاجة الكشري عشان نعمل الكشري، وطبعا القهوة بتاعتي اللي ما بستغناش عنها خالص. يلا بينا نكمل بقية الفيديو ونشوف هنعمل ايه تاني يا دودو. شلت المشتريات بتاعتي كمان، بصي عمرت البيت ازاي والمشتريات على قد الايد. تعالي بقى بينا نعمل اسهل واسرع طريقه للرز بلبن ويطلع عسل زيك يا عسل. جبت حله على النار فيها الميه بتاعتي تغلي تماما، واول ما تغلي انزلي عليها بالرز بتاعك. هتعملي قد ايه يا دودو؟ انا هعمل دلوقتي كيلو من اللبن، انا جايبه 3 كيلو من اللبن، فهعملهم على 3 مرات. بحب ان انا اعمل كده، ما بحبش ان انا اعمل كله على بعضه، يعني كده بيبقى احسن كتير. غليت معايا الميه والرز كده، انا بخلي الرز يستوي يا بنات، مش يتهري، يا دوبك يستوي. خلاص استوى الرز معايا كده، بصي ما بياخدش منك اي وقت خالص. الطريقه دي حلوه جدا يا بنات وسريعه كمان.
بعد ما خلاص استوى معايا هبتدي اخد كيلو من اللبن. طبعا زي ما شفتي في المشتريات الكيلو انا جايباه ب26 جنيه. هبتدي كده انزل باللبن على الرز بالميه. ما تكونيش مزوده الميه قوي عشان ما يبقاش بصي اللي هو ميه كده. هنزل الكيلو كله، هقلبه كويس قوي. الكيلو هنحط عليه قد ايه يا بنات فانيليا؟ هنحط عليه 2 فانيليا. تقدري تكتري براحتك، بس هما 2 حلوة قوي، مش بكتر الحاجة، فاهماني؟ مش بكترها، او حتى كمان مش بكتر التوابل. خليكي كده زي ما بيقولوا كده، عارفة البرنسيسة كده اللي الحاجة بتحطها بالراحة كده وبدقة، مش ترمي وخلاص تهبدي وخلاص، لا، عشان الاكل بتاعك يطلع حلو اذا كان حلويات او اذا كان اكل عادي. قلبته كويس قوي كده زي ما انتي شايفة. والاتنين الفانيليا، حبة من السكر كده زي مثلا ايه 2 كوباية. طبعا السكر ده بتاعك انتي، يعني حسب رغبتك انتي. في ناس بتحبه مسكر قوي، في ناس بتحبه يا دوبك كام معلقة سكر بس. يعني انا بقلب السكر مع الحاجات دي وببتدي ادوقها حسب ما انا محتاجة او بحب، خلاص على كده. قلبتهم كويس قوي. هنعمل ايه تاني يا بنات؟ دول بقى 3 معالق من النشا. تقدري تزودي النشا براحتك، بس يا دوبك هم دول حلوين قوي. هنزل عليهم بحبه من الميه يدوبوا معايا. النشا يفك في الميه احلى ما تحطي النشا على طول على الرز بلبن. كده كان غلي معايا اللبن بالرز بالسكر بكله، وهنزل كمان بالنشا وهبتدي اقلب كويس قوي لغايه ما يربط معايا. يعني النشا ما بياخدش اي وقت خالص في الربط معاكي. هقلب كويس قوي وهبتدي بقى اجيب البولات بتاعتي، الكاسات، الاطباق، اي حاجه بتحبي ان انت تعملي فيها الرز بلبن. انا بحب الكاسات دي قوي يا بنات، شكلها حلو جدا. فهبتدي بقى اقلب، كل ما تيجي تاخدي حبه تقلبي كويس قوي عشان الرز باللبن بالنشا وكده كله يتجانس مع بعضه. ويلا بقى يا ست الكل ابتدي صبي الرز بلبن بتاعك كده. بصي الشكل ولا الجمال. لو عندك اي مكسرات وعايزه تحطي عليها من فوق ابتدي حطي، عايزه تخليه كده فضل ونعمه حلو جدا. اهو يا بنات كده بقى كان الرز بلبن بتاعي كان خلص خلاص، سهل واقتصادي وكمان سريع. هنخليه بقى يبرد بره، ما تحطوش في التلاجة سخن، يا دوبك بس يهدى الدخان يخلص منه كده ويهدى شوية، وعلى التلاجة عادل يا ست الكل. بعد كده يا بنات بقى خدت ريست كده في البلكونه. الجو ده حلو قوي، انا بحب الجو اللي هو بصي تحسي ان الجو جميل زي ما بيقولوا. دخلت البلكونه عملت لي قهوه وعملت لي ابني بقى نسكافيه. تعالي بقى نعمل غدانا السهل الاقتصادي كمان السريع. نقعنا العدس بتاعنا زي ما انتي شايفه، من اول ما انا جبته الصبح يا دوبك شلت المشتريات، غسلت العدس كويس قوي وكمان نقعته في الميه علشان ما ياخدش منك اي وقت خالص. بعد ما نقعنا العدس بتاعنا، المكرونه بتاعتنا كمان عملناها سريعه وسهله. الميه بتاعتي غليت، نزلت بنص كيلو المكرونه. استوت يعني بص 90% سوا علشان ما تتهريش. بعد ما استوت صفتها كويس قوي وغسلتها ورجعت رجعتها في الحله. عليها ايه يا دودو؟ عليها حبه ملح وحبه زيت عشان بصي تبقى بتلمع كده ومفرفره، ما تبقاش لازقه في بعضيها. الصلصه بتاعتنا سهله جدا، صلصه الكشري العاديه خالص. حبه من الزيت، عليها نص معلقه من الثوم، بصي هتغير لونها شويه. هننزل عليها بحبه من الخل. مفيش احلى ولا اسهل من الحاجات القمر بتاعتي دي. بصي كده تحسي بقى ان ريحتها طلعت بقت جميله، هو اللون ده اللي انا محتاجاه. حبه من الخل يا دوبك يغلي معايا، هكون ضربه الطماطم كويس قوي في الخلاط وهننزل بالطماطم على الثوم. في ناس بتحط كزبره ناشفه، براحتك خالص زي ما تحبي. هبتدي بقى انزل بايه؟ حبه من الملح، حبه من الفلفل الاسود، بابريكا اللي انت تحبيه. هتغلي معايا وهنزل كمان بنص معلقه من السكر، بيوديلك صلصه الكشري في حته تانية خالص، ونص معلقه كمان من الكمون. بس على كده وهقلبها كويس قوي وتخليها بقى تتسبك. صلصه الكشري ما بتبقاش تقيله قوي، يعني ما بتبقاش متسبكه جامد على الاخر، يا دوبك كده. بصي بقى لونها وريحتها الله على الجمال، حلوة جدا. لو لسه محتارة في غدا النهاردة مفيش غير الكشري المصري، بجد حلو جدا. يلا بينا نعمل الرز القمر. حل على النار، حبة من الزيت، البصل بتاعي القمر بصلتين 3 كده زي ما تحب.
هقلب كويس قوي. هيغمق معايا الدرجة اللي هو مثلا ايه تغير لون الرز، ما يتحرقش، يا دوبك بس يغمق معايا. بتحبي البصل انقلي لك حب. هنزل بحبة من المية، حبة من المية بنحط عليهم ايه يا دودو، حبة من الملح، حبة من الفلفل الاسود، وحبة كمان من الكمون. هيغلي معايا، هنزل بالرز والعدس اهم. بصي الجمال سهل جدا. هقلب كويس قوي واخليه يستوي بقى يا بناتي يا امارات. الكشري المصري بتاعنا بتكاته وحركاته، الله على الجمال. يلا بسرعه يا ست الكل، زي ما قلتلك انزلي اعملي لهم احلى حله كشري، اقتصادي وكمان سهل وسريع. افكار للتوفير هتفرق معاكي كتير. ازاي تعمري بيتك، ازاي بيتك يبقى مليان خير وبركه على طول يا ست الكل. خليكي بقى لو لسه ما اشتركتيش في القناه يبقى فاتك كتير. اشتركي في القناه لان الفيديوهات اللي جايه يا بنات في مشتريات للعيد، وبصي اكلات للعيد حلوه جدا جدا، وازاي توفري كمان في ميزانيه عيد الاضحى. لو عجبك الفيديو وعجبتك القناه ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. واسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها. شيري الفيديو بقى علشان نوصل لل10,000 مشترك. باي باي.